أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله توجيهات لمؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي بشأن بدلات الموظفين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس اليوم الاثنين 8 يناير كانون الثاني أن الملك سلمان أصدر توجيهات بعدم اقتطاع أي مبالغ مستحقة على المواطنين من مبلغ مكافأة موظفي الحكومة التي صدر بها أمر ملكي. وأشارت واس إلى أن الأمر الملكي جرى تعميمه على البنوك. وصدرت توجيهات العاهل السعودي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمره الملكي. وتنص توجيهات الملك على عدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد أي قروض شخصية أو التزامات تمويلية أخرى. يذكر أن العائلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز أمر السبت الماضي 6 يناير بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين على السواء لمدة سنة تعويضا عن زيادة تكاليف المعيشة بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة. ويحصل المتقاعدون عن العمل